السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تفريز البرتقال. هيسهل عليكي وقتك في رمضان، هتطلعي يا دوبك بس الكيس يفك معاكي شوية وتخففيه. اول حاجة كده نبدأ نسمي الله. انا معايا هنا 2 كيلو ونص جزر. ممكن تقللي كمية الجزر. انا عاملة 2 كيلو ونص جزر على 8 كيلو برتقال بلدي. هقشر كمية الجزر اللي معايا كلها. انا كده بنات خلصت كل كمية الجزر اللي معايا قشرتها. قطعيها بقى الشكل اللي يريحك والسهل لايدك. خلص بقى كل كمية الجزر نقطعها. هنا انا هحتاج معايا نص كيلو سكر ولتر ونص مية. نزل بقى كل كمية الجزر. هنحط بقى الحلة دي كلها على النار لغاية ما الجزر يستوي معاكي، يعني سيبيه يستوي، يتهري كده معاكي علشان يبقى سهل معاكي في الخلاط. هنا دول انا معايا 8 كيلو برتقان بلدي مغسول. هتقشريه كله وهتشيلي البذر اللي فيه. بس بنات قطعي البرتقانية بقى على 4 ولا اقسميها بالنص. المهم يعني الطريقة السهلة ليكي اللي انت تطلعي منها البذر عشان الخلاط. بس انا هنا قسمتها على 4 وطلعت منها البذر. وبرضو ممكن تقسميها بالنص وتطلعي منها البذر. خلص بقى كل الكمية اللي معانا. جربوه بنات ان شاء الله يعجبكم. طعمه كان لذيذ جدا. بس يا بنات كده الجزر معانا خلاص. شفشق الخلاط بقى. هحط البرتقان واحط جزر واخد من مية الجزر في الخلاط عشان يبقى خفيف كده والدنيا تمشي معايا، يعني يسهل الدنيا تمشي معايا. انت كده البرتقان اللي انت بتعمليه ده مركز، عايز يتخفف بميه لسه. بس انا مش هخففه، انا هشيله كده في الفريزر. هيوفر معاكي اللي انت ما تبقيش واخده مكان كبير في الفريزر. ولما تطلعيه على الفطار خففيه بقى زي ما انت عايزه. كمل بقى بقيه الكميه كلها. طعمه حلو قوي ولونه زي ما انت شايفه لونه جميل جدا. لو انت ما بتحبيش الجزر كتير يعني في البرتقان خففي كميه الجزر. هنصفيه بقى بمصفى تكون مش واسعه قوي. شايفه كده لونه وتقله احنا عاملينه مركز عشان ما ياخدش معاكي مكان في الفريزر. قسميه بقى في اكياس حسب استخدامك. وقبل الفطار تطلعي الكيس جنبك على الرخامه كده مثلا بساعه ولا بساعه ونص يفك، وخففيه بقى بالميه واظبطي السكر بتاعه لو انت محتاجه سكر. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.